مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بينا نعمل أنجح وأسهل قطايف ممكن تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تعقيد. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. أول حاجة هعمل الشربات 3 كوبايات من السكر، عليهم 2.5 من المية وعصير نص ليمونة. هقلب كده في المنتصف علشان ما يكرملش أو يسكر معايا، وهسيبه على النار لمدة 7 دقايق يغلي. بعد كده هطفي عليه واركنه على جنب. في العجينة بقى هضيف 3 أكواب من الدقيق، ونص كوباية من سميد البسبوسة لو متاح، ومعلقتين ونص كبار من السكر، ونص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم لو متاحة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وذرة من الملح أو رشة من الملح. وهبدأ أقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض قبل ما أضيف المية. وتقدري تستبدلي البيكربوناتو بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وهبدأ أضيف 4 أكواب من المية الدافية، وممكن تستخدمي نص حليب ونص مية. وابدأ كده أخلط وأنزل بالتدريج، لأنه ممكن يزيد أو يقل على حسب نوع الدقيق. طبعا تقدري تستخدمي المضرب اليدوي أو الخلاط، بس عجينة القطايف مش محتاجة. في بولة بقى هبدأ أصفيها، أو بمعنى أصح إن أنا هتأكد إن مفيش تكتلات من العجين أو اللي هو السميد مع الدقيق. بعد ما اتأكدت إن القوام ناعم بختبرها بالشكل ده. لو الخط فضل ثابت يبقى هي القوام كده مظبوط. اسيب العجينة 10 دقايق بس وابدأ أشكلها. أنا حطيتها في علبة كده وشكلتها بالعلبة. تقدري تعملي بمغرفة أو بكوباية. أهم حاجة يكون الصاج أو الطاسة سخنين، ما تحطهاش وهي باردة. وما تحركيش القطايف غير لما الفقاقيع او البابلز دي تجف تماما. بعد كده بخرج القطايف على فوطة، وطبعا مش بغطيها على طول، بجرد بس اما تطلع البخار اللي من القطايف ده بغطيها علشان تطرى، وفي نفس الوقت ما تلزقش وتكون طرية معاكي. هنا طاسة، عشان لو ما عندكيش الصاجة، يعني مش شرط تكون عندك صاج، طاسة عادية مفيش مشكلة. التحمير ده بتاعك انت بقى، عايزة تغمقيها تفتحيها، بس انا بالنسبة لي كده اللون ده حلو جدا. وعشان تتأكدي ان العجينة بتاعتك مظبوطة، لما تلاقي البابلز دي صغيرة كده. طبعا انا غطيتها يا دوبك بس البخار يطلع منها كده، بغطيها علشان تفضل طرية، ولما اجي اقفلها تتقفل بسهولة. شايفين الطراوة والجمال؟ بجد ولا غلطة، تحفة. انا اللون ده بالنسبة لي حلو جدا. لو انت عايزاها تغمقيها براحتك، بس انا مخرجاها بالدرجه دي علشان لما اجي احمرها براحتي، وهخليها سواء هي مقرمشه او طريه. عندي مكسرات مشكله ضربتهم ضربه كده في الكبه، وهضيف عليها جوز هند ومعلقه كبيره من السكر، وهبدا احشيها. عايزه تغيري الحشو بقشطه، بجبن، بتمر، بلحمه مفرومه، على فكره ممكن بتتعمل حادق عادي برضو. وابدا اقفلها بالشكل ده. شايفين بتتقفل بسهوله ازاي؟ بجد تحفه. العجينه فيها طراوه غير طبيعيه. وابدا بقى احشيها كلها كده بالطريقه دي. وتقدري ان انت تخزنيها وهي كده، يعني انت بعد ما تقفليها تحطيها بقى في اكياس علب، وتحطيها في الفريزر على التحمير. بس انا طبعا كنت عازمه اصحابي، فانا حمرتها كلها عشان اصحابي متجمعين. هبدأ هنا في زيت يكون سخن، لازم يكون الزيت سخن زي ما انتوا شايفين كده وسامعين. شايفين الجمال ما شاء الله؟ ولا بتتفتح في الزيت ولا بيطلع منها الحشو ولا غلطة. وطبعا درجة التحمير بتتحكمي فيها، سواء عايزاها مقرمشة ولا طرية. الحجم تقدري تتحكمي فيه، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة زي ما انت عايزة. وطبعا في ناس بتحب ما تحمرهاش، بتقفل نصها كده وتحشيها بكريمة او قشطة، وبتضيف عليها المكسرات وقطرات كده من العسل النحل او الشربات التقيل، وبتاكلها بس كده بدون تحمير. طبعا زي ما قلت لكم درجه التحمير دي زي ما انتوا عايزين. انا حابه ان هي عشان كريسبي شويه فبديها لون اغمق شويه. عايزه تكون طريه سيبيها افتح شويه. وبعد كده بخرجها بحطها في الشربات، اللي هو طبعا البارد التقيل. تاخد كفايتها من الشربات، بصفيها كويس جدا وبحطها في طبق التقديم، وبخلص كل الكمية أول بأول. يعني لازم اللي انت تحمريه تحطيه في الشربات على طول. وكده خلصنا القطايف بتاعتنا، ولا واحدة اتفتحت زي ما انتوا شايفين كده، محافظة على شكلها اللي انا قفلتها عليه. بجد تحفة. واسمعوا الصوت ده، هتتأكدوا ان هي قد ايه مقرمشة ومستوية وقلبها تحفة. اتمنى ما اكونش طولت عليكم الفيديو واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.